بعد ما قلت لكم بفيديو سابق اني حصلت على سروال الجاز بكود بشكل مجاني، وبعدها صارت توصلني كتير رسائل على الخاص انه يا هاملوكس احنا ايضا نريد الكود، مع اني وضحت الطريقه على حسابي على انستغرام، ومع ذلك ضل عم بوصلني الرسائل لحد الان. لهذا السبب حبيت اعمل فيديو توضيح على اليوتيوب، وايضا نعمل تسريبات ما حد نزلها لحد الان، وايضا شرح احداث ما حد يعرفها. فبدون ما نطول لا تنسى انك تعمل لايك وتشترك بالقناة اذا كنت جديد، ويلا نبدأ. فاول شيء اصدقائي ما بدي اطول عليكم او فورا ندخل بالموضوع تبع سروال الجاز. طبعا يا اصدقائي ما بس فقط عندي البنطال، لا انا عندي السكن كامل مثل ما انتم شايفين، وحرفيا حصلتها بكود. طيب كيف كود يا هامبلوكس؟ طبعا يا اصدقائي انا صح قلت كود بالفيديو السابق، ولكن نسيت اني اوضح ان هذا كود يا اصدقائي انا حصلته من زمن بعيد جدا من احد اصدقائي. تمام، جاب لي هذا الكود واعطاني اياه بحسابي هديه. شايفين سكين كامل، صار تقريبا حصلت عام 2020. تمام، حصلت السكين بشكل كامل. شايفين طبعا من او سما كان نزل على اللعبه، يعني نزل على اللعبه وقليل اللي حصلوا عليه، يعني بعدين قالوا اعطوا تسريبات انه هذا السكين راح ينزل، وهذا قبل ما ينزل تقريبا بشهرين او 3 انا حصلت السكين، وحرفيا كان الكل يقول لي اوه وين جبتها. الصراحه كان شعور مره اسطوري اول ما يعني كان السكين موجود. يعني هذا كود يا اصدقائي مو متوفر حاليا يعني حد يقدر يستعمله، لا هذا كود انا صح استعملته مجاني، ولكن من زمان قدرت احصله مجاني. وهذا مو بس انا حصلت، لكن في ناس كمان قدرت تحصل عليه، يعني اللي مثلا اليوتيوبر او ناس عدد الاصدقاء كمان يوتيوبر وزعوه، مثلا اليوتيوبر القديمين تمام، مثلا حشيش ويتزموحه وجلد جيمر، يعني اليوتيوبر القديمين جدا اللي قدروا بس يحصلوا على هذا الكود تبع السكين كامل. فانا ما اريد اخدعكم واخلكم اعطيكم كود تستعملوا بعدها ما يزبط معكم، لا اعطيتكم الملخص فورا، وكمان مشان الكل يعرف كيف حصلتها. ما تجوا بخوت تراسلوني الخاص تقولوا لي عمروس اعطينا الكود وتتكلموا عليه تقولوا انه ما تعطيه غير الكود لنفسك ما الكلام. يعني وضحت لكم كل شيء على السريع. ثانيا يا اصدقائي بدي نتكلم عن سكين اللوست. طبعا فيه صدمه غريبه، ولكن قبل بدي اوريكم شيء بحدث فيلق رمضان اكيد كلكم ما فهمتوا، وايضا بدي نحصل على شيء داخله مثل ما راح تشوفوا بعد قليل. اول شيء بس ننتظر الحدث طبعا طول حتى تتحمل. اليوم يا اصدقائي في عنا قائمه على الجنب على الطرف اليمين شايفين في لوحه المتصدرين للفريق. تمام، هذول المتصدرين يا اصدقائي لازم تتعب على نفسك، السبب انه بس تصير من توب 100 فراح تقدر تحصل على رقصة راح تصير جدا نادرة ورقصة مجانية، يعني رقصة مرة أسطورية راح تقدروا تحصلوا عليها فقط الفريق اللي يوصل للتوب 100. تمام، بس توصل للتوب 100 أو تدخل للتوب 100 يعني بين المتصدرين 100 فراح تقدروا تحصلوا على الرقصة اللي بدها تصير نادرة جدا، وقليل راح ياخذوهم لأنه بتعرفوا بس 100 فريق. طبعا فريقي للأسف دخلت فريق ضعيف بس فقط مشان كده أصور، وبعدها ضليت الفريق. فاللي متصدر بالمئة الفريق 100 دخلوني. تمام، تواصلوا معي خاص. فالمهم يا أصدقائي يعني من جد أنصحكم إنكم تتعبوا مشان تقدروا تحصلوا على هاي الرقصة، لأن الرقصة راح تتعبوا عليها ولكن تكون من أندر الرقصات اللي تكون متواجدة، لأنه قليل جدا راح يقدروا يحصلوا عليها. فما يا أصدقائي في عنا كمان المركز الجواز. طبعا ما اشتريت ولا إشي لأني بدي أشتري هاي السيارة لأنه شكلها مرة عجبني. في كتير أشياء بقية كمان كتير جيدة وحلوة، ولكن أكتر شيء عجبني هي السيارة. خلينا نروح ونشوف شكلها مع بعض. أوكي خلينا ندخل للخزنة في مركبات. أوكي هاي المركبات وحدث. أوكي حلو، بتحسوا هيك مسطحة تمام مثل طائرة. اوكي ولكن يبقى عندي الماكلارين او هي عندها سرعة 2 فتبقى احلى، ولكن حلو انه بقى اعيف عندي المركبة متواجدة عندي بالحساب. واذا يا اصدقائي اكتشفت الشغلة بحدث تبع الجهاز الانفينكس، اذا عملنا نسخ لهذا الحساب تمام، عملنا النسخ وبعدها خلينا نطلع. تمام، خلينا نطلع بعد ما نعمل نسخ للاسم الفاز بالهاتف، خلينا نعمل نسخ ونبحث عنه، وبعدها بتشوفوا ما عرفت صدمة ندخل لحساب فراح تلاقوا انه حساب جديد وما صار له كم يوم فتح الحساب. شايفين كاتب الحمد لله اللي التليفون. تمام، كاتب الحمد لله اللي التليفون والحساب ما صار له اشي فاتح. فانا قاعد يجين تساؤلات انه هذا مستحيل يكون من الشركة. تمام، مستحيل. ما نقول مستحيل، ممكن، بس يعني ما ادري الصراحة، شيء غريب جدا. شايفين كاتب الحمد لله التليفون وحساب جديد، ولكن احتمال كبير ان هذا الحساب ما هو، انه في كم نقطة جنب الاسم. تمام، لان اذا كان في الشركة هي
عمدا تعمل هدول الكم نقاط مشان ما يشوف اسم الحساب كامل او يتم سرقته او يتم يعني مشان ما يكون في احتيال بالاسم. فالشركة اللي قصدها تعمل كم نقطة مشان ما يصير احتيال. اوكي ورحنا. فشي غريب حبيت اوريكم اياه. وايضا اذا عملنا نسخ اقصد لصق للاسم الثاني فما راح يطلع لنا مثل ما انتم شايفين. فشكله هذاك الشخص حابب يلعب معنا او يضحك علينا، فتح حساب جديد وسماه نفس الاسم، وبعدها انه مشان شو حسب انه هو اللي حصل عليه ولكن ما هو اللي حصل. وايضا يا اصدقائي خلينا نجي الان ونتكلم عن سكين اللص. اوكي طبعا سكين اللص يا اصدقائي، انا بعد ما سالت احد المسربين من الشركه نفسهم قلت لهم انه كثير حاليا قاعد يطلع اشاعات انه راح ينزل عنا سكين اللص وماجيك كيوب، وانا ايضا من الناس اللي تكلمت عن هذا الشيء. قلت لكم انه راح ينزل اللص عنا بسكين ماجيك كيوب، ولكن بعد ما سالت الشركه او احد المسربين من الشركه، تمام ما نروح بعيد، هم بعد ما سالت احد المسربين من الشركه قال لي هذا الاشي حاليا مو متواجد هيك كلام ابدا. يعني هذا الاشي حاليا منفي او ما في شيء ان اللص راح ينزل 100%، ولكن قال لي ممكن يعني ما زال فكرة متواجدة فممكن اللعبة تنزلها. فإذا عملنا ضغط كبير على الشركة فممكن احتمال ينزل. اوكي فاوكي اصدقائي هنا وصلنا الفيديو. اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. يلا بس كان معكم هون بلوكس. سلام.